هلا والله بالأبطال. إن شاء الله في الفيديو ده هعرض عليكم حسابي المتواضع، وإن شاء الله هنكون أفضل تشكيلة للمنافسة في الديفيجن. قبل ما نبدأ ما تنساش توحد الله وتصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. وبما أن ده أول فيديو في القناة فمحتاج دعمك ليا، فما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. ان شاء الله ديت الخطة اللي هنعمل عليها التشكيلة، وان شاء الله برضه هقولك على المراكز ايه واحنا بنكونها كده. نبدأ بحارس المرمى. معايا اوليفر كان النسخة ديت ومعايا النسخة دي. انت هتقولي هتلعب بمين؟ انا هقولك ولا هلعب بدي ولا هلعب بدي. انا هلعب بفيكاريو النسخة دي، هي هجومية وجليتش الصراحة. وهنلعب بأوليفر كان النسخة ديت على الدكة. طبعا معانا الباكين الأحسن اللي انت تلعب بباك هجومي وباك دفاعي، فأنا هلعب بباك دفاعي أكيد كوستا كورتا، وهلعب بالباك الهجومي هلعب بكافو. 2 قلوب الدفاع كده هنلعب 1 دستروير وواحد بيلد اب. فبيلد اب هلعب بدين هويسن، والأحسن تخلي البيلد اب ناحية الباك الهجومي. الدستروير هلعب بيه كانافارو، وطبعا هنحط زانيتي على الدكة، وهحط برضو ألبرت فري. خش بقى على نص الملعب، ودي أهم حاجة هي والهجوم. هنبدأ بالاتنين الديفندر. أكيد هنلعب 1 أنكور مان، ولازم أنكور مان. لو معكش أنكور مان ممكن تلعب بدستروير. تاني حاجة هنلعب بيه أوركستريتور، وبرضو معايا أوركستريتور فيتينيا هيلعب على الدك. طبعا EMF هتحتاج هول بلاير، ولازم هول بلاير. لو معكش ممكن تلعب بكرييتيف. فأنا معايا إنيستا، وبرضو معايا ستيفا، والنسخة دي أنا مجربة تحركاتها حلوة أوي، فألعب بيها على الدكة هنا. خش بقى على الهجوم وركز أوي في الستايلات بتاعت اللعيبة اللي في الهجوم. طبعا أكيد هتلعب 1 جول بوشر، لازم جنب الجول بوشر بقى هتعوز اللي انت تحط 1 دبلاين، عشان اللي هو يرجع ينزل يسند معاك تحت، واللي هو يفتح مساحات للجول بوشر اللي هنا دي. طبعا هنا برضو حط بقى جناح، ستايل جناح كرياتيف باليميكر عادي مش هتفرق. وبرضو معانا لامين يامال في المركز دي. طبعا برضو معايا هجوم برضو عشان الحالة بتاعت روماريو ودونادوني. وطبعا معايا ديبلاين برضو ديبالا، النسخة دي جامدة اوي الصراحة. طبعا كده ناقص لنا لاعبين، فاحنا ممكن نحط بلينجهام، ونحط ايدن هازارد، بحين اللي احنا ممكن نلعبه مكان جاريث بيل هنا برضو، او مثلا ممكن نلعبه EMF هنا. بس كده، وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ارجو ان انت تكون استمتعت، وزي ما قلت لك ده اول فيديو في القناة فمحتاج دعمك ليا، فما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوف وشكوا على الف خير. سلام.